حاجة من الحاجات اللي بتحدد أنهي كلية أدخلها أو أنهي شغلانة أشتغلها ما يسمى بالميول المهنية. والميول المهنية بتاعتي بتبقى حاجة بتميزني، مش بس بتميزني، كل شغلانة في الدنيا ليها الميول المهنية بتاعتها. يعني لو أنا جيت فكرت وقلت أنا عايز أبقى أعمل مشروع بتاعي وأبقى رائد من رواد الأعمال وابتدي البيزنس الخاص بتاعي، ناس كتير قوي بتقول عشان تعمل كده أنت لازم تكون مخترع، وناس تانية بتقول لا انت مش لازم تكون مخترع، انت ممكن تبيع اختراع حد تاني. والحقيقة انه الرأي التاني هو الرأي الأصح. مش لازم ابقى مخترع عشان ابقى رائد اعمال وافتح الشغل الخاص بتاعي، لكن لازم ابقى بعرف اقنع الناس بالمنتج اللي انا هبيعه، سواء المنتج ده بتاعي او مش بتاعي. مش بس كده، لكن كمان يبقى عندي قدرة على بناء العلاقات، لانه صاحب العمل او صاحب المحل الناجح هو الشخص اللي عنده الزباين بتاعته هو شخصيا، والزباين بتاعته عندها الولاء ان هي تجيله مرة واثنين وثلاثة، لان هي واثقة فيه هو شخصيا قبل ما تثق في اي حاجة تاني. مش بس كده، لكن كمان لو انا عايز ابقى صاحب عمل، لازم ابقى شخص مبدع وخلاق عشان اعرف اسوق الشغلانه بتاعتي. فلو قلت لو انت عايز تبقى صاحب اعمال وتبقى رائد للاعمال، لازم يكون فيك 3 صفات او 3 ميول، اللي هم: 1، ان انت يبقى عندك القدرة على اقناع الناس واقناع الزبائن بتوعك. 2، القدرة على بناء قاعدة من الزباين، ده معناه ان انت لازم تكون شخص اجتماعي، ولازم تبقى عندك قدرة على الابتكار، وان انت تبقى شخصية مبتكرة وابداعية، وبناء عليه دول ال3 مميزات اللي بيميزوك كرائد اعمال. واحد من العلماء اسمه هولاند ابتدى يدرس ايه هي الميول الطبيعية اللي موجودة او الميول المهنية اللي موجودة عند البشر، واكتشف انه البشر عندهم 6 ميول طبيعية. الميل الاولاني هو ان انا ابقى شخصية رياليستيك او شخصية تنفيذية، شخصية واقعية تنفيذية، بحب اعمل حاجات بايديا. الميل التاني اكتشف انه في ناس بتحب تحل المشاكل او تحب ان هي تفحص المشاكل، وسماهم الانفستيجيتورز او الباحثين او المفكرين. وبعدين لقى انه في ناس تانية عندها ميل تالت، ان هم شخصيات اجتماعية، بيحب يشتغل مع الناس، ما بيحبش ابدا يبعد عن الناس. ولقى انه في مجموعة تانية من البشر عندها ميول فنية، يحب يعمل حاجات بشكل جديد ومبتكر، ودول الميل الرابع اللي اتكلم عليه. وكمان لقى نوع من انواع الشخصيات اللي احنا بنسميها الشخصيات الكونفنشنال او الشخصيات المنظمه، عندها قدره على التنظيم وعندها قدره على ان هي تشتغل في حاجات منظمه ومرتبه. كمان في شخصيات عندها قدره على اقناع البشر، ودول زي ما بيحبوا يشتغلوا بياعين او يشتغل في التسويق، فعنده قدره عاليه على ان هو يقنع البشر. وكلنا بيبقى عندنا مش واحدة من دول، بيبقى عندنا 1 و2 و3. ولما بيبقى عندي 1 و2 و3 معناها ان انا عندي شغلانات معينة اقدر اشتغلها، وشغلانات معينة هبقى متميز فيها. فلو رحت واكتشفت انا مين وايه ميولي المهنية، هقدر اقول ايه الشغلانة اللي انا ممكن اشتغلها وانجح فيها، او الدراسة اللي انا ممكن ادرسها وانجح فيها.